قصة أول فنجان قهوة شربته في حياتي. وأنا صغير زمان كنت بشوف جدي الله يرحمه وهو بيحتسي القهوة. كانت ممنوعة عليه علشان عنده الضغط يعني، الأمراض اللي هي بتمنع الكافيين والحاجات دي. المهم، في يوم من الأيام بالليل كان سهران، قرر إنه يختلس مكان في الصالة ويعمل فنجان قهوة ويتفرج على التلفزيون. فكان بيشرب القهوة ويتفرج على التلفزيون وانا كنت ببص عليه. كنت بستغرب ازاي هو بيستمتع المتعة دي، قاعد ومركز قوي في القهوة وبيستمتع بيها بيتفرج على التلفزيون. فقلت انا عايز اجرب. فكان سايب شوية صغيرين في الفنجان. بعد ما مشي رحت شربت رشفة. بعد ما شربتها كانت مرة جدا، كان طعمها وحش قوي. قلت ازاي القهوة دي بتتشرب؟ ازاي الناس بتشرب قهوة؟ ليه الناس بتحبها؟ لحد ما تمر السنين وادخل تالتة اعدادي. ساعتها كان فاضل كام يوم على الامتحان وما كنتش مذاكر كويس، وكنت عايز حاجة تساعدني في المذاكرة. فقررت ان اجيب قهوة. جبت قهوة كيس صغير وسألت ابويا على طريقة التحضير. قال لي بتحط المية والبن والسكر وبتقلب على النار وبتستنى لحد ما تغلي نص غلية وتصب قبل ما تفور. وعملت كده وصبتها قبل ما تفور وعملت الوش وحسيت بانتصار رهيب. قعدت على الكرسي، حطيت الترابيزة قدامي وحطيت ملخص العربي، شربت اول رشفة قهوة في حياتي. حسيت ان الفص الجبهي بتاعي في السحاب، ودي كانت اول مرة